فاتح مسلسل على شاشة وماسك التليفون بتقلب في الريل وبتاكل في نفس الوقت وبرضه حاسس بملل. ولما تقعد في ميتنج شغل او تسمع مشكلة واحد صاحبك تحس انك هتموت من الخنقة وعايز تسرع كلامه اكس 2. فجأة تلاقي ذاكرتك بقت عاملة زي المصفى ومش فاكر انت اكلت ايه امبارح اصلا. الورطة اللي انت فيها دي اسمها الاحتراق الادراكي. سيستم التطبيقات السريعة متصممة انه يدي لعقلك شحنة اثارة مكثفة كل 3 ثواني. لما بتدمج شاشتين مع بعض انت بتعمل اوفر كلوك او تحميل زايد على معالجة دماغك. طب والنتيجة؟ مخك اتعمل له اعادة ضبط وبقى بيعامل الحياة الطبيعية البطيئة على انها عقاب. فقدت قدرتك على معالجة اي معلومة بعمق وبقيت مجرد مدمن للمحفزات السريعة. تركيزك هو اغلى عملة انت بتمتلكها في سوق الشغل دلوقتي. التشتت دوت بيسحب قدرتك على انك تطلع فكرة تقيلة او تخلص تاسك معقد. وعلشان تنقذ ما يمكن انقاذه انت محتاج تمرن عضلة انتباهك من تاني على الملل. ابدأ بحاجات تافهة. اشرب قهوتك الصبح من غير ما تسمع البودكاست. اتفرج على فيلم وارمي الموبايل في اوضة تانية واجبر دماغك تبطأ عشان تعرف تعيش وتنجز من غير ما المكنة تهنج. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي مستحيل يتفرج على حاجة من غير ما يمسك الموبايل في ايده، واعمل سيف للفيديو دوت علشان تضرب بيه فرامل في اللحظة اللي تلاقي نفسك